المدرب العربي بورعدة في إعادة إطلاق سهام الاتهام لرئيس البعثة الأولمبية عمار براهمية الذي أكد أنه لم يكن بحجم التطلعات أو الثقة التي وضعت في شخصه. ما نقدرش نشارك ليها كونت معاه بيسك ما عندي حتى بوفار، انا هو اللي عنده البوفار مادام هو رئيس لجنه تحضيريه. انا مدرب بسيط في الميدان، دونك ما عندي حتى بوفار باش نشارك معاه دي كونت. هو اللي عنده البوفار. صراحه في شهر مارس وفي شهر ابريل كتابيا واعلانيا بلي رانا متاخرين كثير في التدريبات اكوز دي بلوكاج تاع اللجنه الاولمبيه. قلتها وزيد نقولها، ضيعنا شهرين تدريب خلصناهم كاش في المنافسه. الدوله الجزائريه عطات كل الامكانيات وعطات كل الامكانيات باش العدائين يتحضروا، لكن المسؤولين تاع اللجنه الاولمبيه كانت عندهم المسؤوليه باش يوفروا هذه الامكانيات للعدائين، هما اللي ما عملوش الدور تاعهم. من جانبه عبر العربي بورعدة عن فخره بالاستقبال الذي حظي به من طرف الجزائريين، مؤكدا أن ثقة الشعب الجزائري ستكون بمثابة الدافع لتقديم الأفضل. كلهم يعطيكم الصحة، ونقول كامل الشعب الجزائري يعطيكم الصحة. الحمد لله أنا راضي بكل الرضا بهذه النتائج وتحقيم رقم إفريقي جديد ومرتبة خامسة. أنا راضي بكل هذا وتزينت مدينة ولد هداج لاستقبال البطل الأولمبي العربي بورعدة الذي حل صبيحة اليوم بمطار هواري بمدين، أين حظي باستقبال الأبطال بمسقط رأسه. كاميرا قناة النهار كانت حاضرة ورصدت التالي. الحمد لله ما كنتش نستنى في الترحيب هذا اللي قاموا به بلديه ولد هداج. كلهم يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم على الدعم هذا اللي قمتوا به. داو لي ترحيب كانه ميداليه ذهبيه. كلهم بارك الله فيكم وكامل الشعب الجزائري اللي يساندون، يعطيكم الصحه. اتهم لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد أيوب عبدي رئيس الاتحادية سعيد بوعمرة ومدرب المنتخب الوطني للأمال رابح غربي